السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة مع تلبو شو وفي مكتب بايونير. ومعانا النهارده أستاذ إبراهيم. ازيك يا حبيبي؟ والله الحمد لله. ازيك يا والله مهندس؟ والله الحمد لله. نورك والله. الله يبارك في عمرك ويحفظك. يا رب. طيب احنا زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت، من أول ما اتكلمنا على موضوع اختيار التخصصات واختيار الجامعة، واتكلمنا على لو قلنا كده الخطوات يعني في موضوع تسليم الأوراق وإيه اللي مطلوب بالظبط. هنا هنيجي عند الحتة المهمة جدا وهو الماليات. دي اهم حاجه الفلوس بقى بكل فدلوقتي احنا عايزين نعرف ايه المطلوب من الطالب بقى. من اول انا خلاص اخترت الجامعه، مشيت في الاوراق، كان استاذ اسامه في الفيديو اللي فات كان قال لنا ان مش هتدفع حاجه غير رسوم الفيزا. فعايزك تحكي لي بقى رسوم الفيزا تكلفتها كام، وقول لي بقى في الجامعات بتدفع قد ايه، ونبتدي بقى نعرف موضوع المصاريف والفلوس. طيب تمام. هو احنا يعني زي ما قسمنا جميع الخطوات على مراحل، بدايه باختيار التخصص، بعد كده باختيار الجامعه المناسبه. فاول حاجه بعد اختيار الجامعه المناسبه، فاول رسوم حرفيا ندفعها، سواء في بعض الجامعات ممكن تطلب انه الطالب يدفع فيها رسوم تقديم مثل الجامعات الحكوميه والجامعات الانترناشونال، لكن اغلب الجامعات الخاصه الاخرى فالتقديم يكون فيها مجانا. فحرفيا اول مبلغ يدفعه الطالب في الجامعات سواء الجامعات الحكوميه او الانترناشونال فهو رسوم التقديم، ويكون مبلغ رمزي يعني حدود ال $100 او 200 رينجت على حسب الجامعه. ايوه. فبالنسبه للجامعات الخاصه فالتقديم يكون فيها مجانا، وناخذ على الاوفر ويكون معنا جميع الاوراق، فاحنا جاهزين الين نقطه الفورم اللي كان ذكره استاذ اسامه اللي هو معلومات الدراسه في ماليزيا، اللي لازم الطالب يكون عارف فيها جميع المعلومات. ممتاز. بعد ما يخلص الفورم يكون جاهز، وهنا الطالب المفروض يدفع رسوم الفيزا. طبعا رسوم الفيزا تختلف من جامعه الى اخرى. في بعض الجامعات فيها رسوم حوالي 2800، في بعض الجامعات 3000. كيف بتتكلم بالدولار؟ بالرينجت الماليزي. بالرينجت الماليزي. العمله كلها بالرينجت الماليزي، يعني ممكن في حدود $600. في بعض الجامعات ممكن توصل الى 700 750 على حسب الجامعه. لكن لو نتكلم عن الرينجت فهي على حسب الجامعه نفسها، يعني من حدود 2000، مثلا UTM 2000 رينجت تقريبا، الى الجامعات الاخرى مثل UCSI و ABU ممكن 2550 او 3100 الى حسب، فهي تختلف، لكن هي في رينج ال 3000 الى 2000 في الرينج ده تقريبا. تمام. بالرينجت الماليزي. ممتاز. فيتم تحويلها دايما عبر، يعني الطالب يحولها تحويل اونلاين للجامعه مباشره، سواء على حسابهم او عبر فلاي واير. في بعض الجامعات ممكن نخش. ايه فلاي واير ده معلش؟ فلاي واير هو نظام يعني عالمي مشترك فيه جميع الجامعات او في اي مؤسسه سواء خاصه او حكوميه على مستوى العالم. ممكن الطالب فقط يدخل على حسابها، وفي عندها حساب في الفلاي واير. كل عليه الطالب انه بس يعني في الاوفر ليتر يكون موضح اللينك تبع الفلاي واير تبع الجامعه الخاصه دي. فهو بس يضغط عليه على طول حيوديه على بوابه الدفع مباشره. ممتاز جدا. كل اللي عليه انه بس يختار المبلغ اللي حيدفعه، طبعا بالدولار. حيختار المبلغ، حيكتب اسمه، معلوماته ورقم تليفونه، وحيحول من الكريدت كارد تبعه الى حساب الجامعه. طبعا التحويل ده حياخد حوالي 4 ايام عمل، 6 ايام عمل على حسب. بس انا عايز اقول نقطه معلش، اضافه مهمه ان هو هيقبل سواء كان كريدت او ديبت كارد او حساب بنكي، يعني كل الحاجات شغاله معاه. الاشهر فيه اللي هو الديبت كارد، اللي هو الديبت كارد هو اللي يقدر يدفع بيها مباشره. ممتاز. فدي اسهل طريقه انها توصل للجامعه خلال 4 ايام 5 ايام عمل. وهو حيوصل له اشعار انه المبلغ ده حاليا، انه المبلغ مع فلاي واير، والفلاي واير حاليا هيوصله للجامعه. حياخد تقريبا 4 ايام 5 ايام وهيوصل للجامعه. حيوصل له ايصال رسمي لايميله انه الفلوس وصلت للجامعه الفلانيه. فهو كل اللي عليه انه بس يبعث لنا الايصال ونستكمله مع بقيه الاوراق تبع الجامعه. فده لو كان عبر فلاي واير، لكن لو كان عبر الحساب البنكي فممكن يعني من البنك تبع والده يحول على البنك الماليزي تبع الجامعه، فقط انه يبعث لنا الايصال. يعني ايصال التحويل. وده اللي احنا برضه نرفقه مع ملف وده اسرع. وممكن برضه يعني هو كلها فرنج اسبوع او 5 ايام عمل على حسب البنوك، على حسب الفلاي واير. وكل ما بدينا في بدايه الاسبوع يعني المتوقع يومين 3 ايام المبلغ يكون وصل. صح بالضبط. صحيح، مفهوم جدا. طيب دي الفلوس اللي بيدفعها علشان الفيزا. طيب خلاص هو خلص اجراءات الفيزا زي ما عملنا مع استاذ اسامه واتكلمنا. حجز تذكره الطيران، اتحرك وصل ماليزيا. دلوقتي في حاجتين بقى لهم علاقه بالماليات هنا، عشان كده احنا مصادفين استاذ ابراهيم معانا حبيبي. فدلوقتي الفلوس اللي هو ياخدها دلوقتي، انا كولي امر هقول طب يا ربي فلوس الجامعه ابعتها مع الولد ولا وهبعت معاه فلوس مصاريفه؟ طب لو فلوس مصاريفه هبعت له فلوس قد ايه؟ انتوا من خبرتكم بقى ومعرفتكم بالطلاب وباللي بيحصل، الطالب بيجي بقد ايه فلوس معاه، وفلوس الجامعه بتدفع ازاي؟ طيب هو بالنسبه لنقطه مصاريف الجامعه، فهي دائما تفضل انها يتم تحويلها للجامعه مباشره، انه الطالب ما يحملهاش كاش معاه،
لو يعني ده حل وده حل، لكن الحل الافضل انه يحولها تحويل بنكي من حساب والده الى حساب الجامعه مباشره. ممتاز. تمام، ده الافضل حل واسلم حل واسهل. ممكن يكون فرق الصرف، بس ده حيوفر امان للطالب انه يحمل مبلغ وليكن 6000 او 7000 دولار معاه لما هو يسافر. هذا بالنسبه للحساب لفلوس الدراسه نفسها. بالنسبه للمصاريف، هو كشخص يفضل انه يكون معاه مصاريف اول شهرين، يعني بمعادل مثلا نقول 1500 دولار اللي هتمشيه لمده شهرين في الفتره الاولى، على بال ما يسلم جوازه للجامعه، على بال ما ياخذ الستيكر، على بال ما يقدر يفتح حساب بنكي ماليزي. طبعا بالنسبه لدفع المصاريف برضه يفضل انه والده يحول المصاريف بعد ما هو يعني يعدي الفحص الطبي. يعني اول ما يوصل بالسلامه الشباب حيستقبلوا، حيكملوا مع الاجراءات كلها ويعمل الفحص الطبي. الفحص الطبي حتاخذ تقريبا يومين ثلاثه ويطلع نتيجه الفحص. اول ما تطلع نتيجه الفحص يفضل انه في الوقت ده والده يحول. ليش؟ لانه سبحان الله لاي ظرف كان، لاي سبب كان، يكون في مرض او كان في اي حاجه عرقلت كنسلت الفيزا، يكون لسه هو مش دافع اي حاجه للجامعه، فده هو لسه يكون في السيف سايد. هو وصل من مرحله 70% الى 80%، ممكن والده هنا يحول. وحتى لو الوقت يعني حيتاخر شويه، بس دائما حنقول للطالب تعال قبل الدراسه باسبوعين، بحيث انه يكون لسه معك وقت لده كله، يعني امور السكن، امور الفحص الطبي، وامور تحويل المبلغ للجامعه. فده هو اسهل حاجه. لو هو مش قادر عشان مواضيع الليميت او حاجه زي كده، فممكن هو هنا يضطر انه يكون معاه كاش، او يكون التحويل عبر الطرق الاخرى مثل الوستر يونيون او اي حاجه اللي هو حيحوله، بس حيكون تكلفه فيه زياده على الوستر يونيون دول سفاحين الصراحه وهتزيد عليه المبلغ. فالاسلم حل انه يحولها تحويل بنكي، وفي يعني كذا اوبشن من دول الخليج، في صرافين ممكن والده يكون معه مبلغ كاش ويروح للصرافين ده يحول لحساب الجامعه مباشره. ممتاز. يعني يديه حساب الجامعه ويحولوا المبلغ. والحاجات دي كلها انتم ممكن يكون عندكم معرفه مثلا بالضبط. ممكن نقول له في صراف كذا في عده صرافين مشهورين في دول الخليج، ممكن ولي الامر يروح للصراف ويقول له انا عندي هحول للجامعه كذا والمبلغ كذا، ويديه المبلغ، و3 ايام 4 ايام هتوصل للجامعه مباشره. طيب الطالب لما بيجي هنا ويبقى معاه خلاص مصاريفه وحاجته ودفع فلوس الجامعه، بيفضل دايما الاشكاليه بتاعت بعد كده الاولياء الامور. انا سمعت القلق دوت منه قبل كده، ان يقول لك طب انا ببعته بشهرين بس، طب انا اديله 6 شهور عشان عقبال ما يفتح حساب البنكي ويعمل، ممكن تقابله اي عراقيل ولا اي حاجه، فاخاف يقعد ما معهوش فلوس. فمن واقع خبرتكم هل اجراءات فتح الحساب البنكي يعني بتاخد وقت او فيها اشكاليات او كده؟ طيب هو بالنسبه لاجراءات الحساب البنكي، فهي يعني اجراءاتها سهله وبسيطه جدا. يعني احيانا بتاخد وقت واحيانا يعني على حسب البرانش نفسه. فلما كنت انا طالب صراحه اخذت مني تقريبا شهر، بس في الفتره الحاليه صارت اقل من كده. في كده طالب من طلاب تبعي يعني اخذت يومين بالكثير، يعني ممكن يقول له تعال حط الابلكيشن اليوم، بكره تعال خذ الكارت. في طلاب صار معاهم في نفس اليوم نفسه، يعني على طول راح فتح حساب البنكي وادوه الكارت. فالامر بسيط جدا، يعني كل اللي يطلبه الطالب انه يعني زي ما ذكرت من قبل صوره الفيزا نفسها وورقه، اهم حاجه الورقه اللي من الجامعه. تمام. ممكن في بعض الجنسيات في يعني مثلا احنا كيمنيين في مش كل البنوك ممكن تفتح لنا، وفقط بنك واحد اللي هو ماي بنك. فممكن ناخذ اكثر من ورقه من اكثر من بنك ونحاول، يعني ممكن تضبط معك بنك واحد او للدول اللي فيها حروب للجنسيات دي، فممكن مش زي اليمن، السودان كمان، فمش يعني فمش يعني ممكن مش كل البنوك تقبل انه طالب يعني يفتح حساب. طب الاجراءات بتاعت الحساب ديت انتوا بتساعدوا الطالب فيها صح؟ بالضبط. هو احنا بس بمجرد انه ما يستلم الباسبور وياخذ الورقه تبع البنك، يتواصل مع المسؤول تبعه على طول ويبلغوا انه انا خلاص عايز افتح حساب بنكي. فبعض الطلاب يعني ما شاء الله عليهم هم لحالهم يروحوا للبنك ويخلصوا الوضع ده. في بعض الطلاب يقول لك انا محتاج مساعده، فاحنا اكيد ما نترددش نساعده. فعلى طول الشباب اللوجستيات يتواصلوا مع الطالب، ينسقوا معاه متى الوقت اللي حيناسبه، حيكونش معه محاضرات وكده. فعلى طول يروح معاه للبنك ويفتح الحساب البنكي معاه، اذا كان سواء في نفس اليوم، ونضل متابعين معاه لما هو خلاص انت فتحت اوكي تمام امورك تمام، ان شاء الله خير يعني. طب ممتاز جدا. طب بمناسبه انك قلت لنا كنت طالب هنا، فحابين بقى ايه، دايما السؤال ده دايما الناس بتساله حتى في السياحه او في المعيشه والاقامه، يقول لك ايه المصاريف كام؟ انا بعتبر المصاريف دي حاجه فعلا نسبيه، يعني في ناس بتتفسح، ناس لا، ناس بتجيب هدوم من براندات، ناس ما بيفرقش معاها الموضوع ده قوي، ناس بتحب تصرف كتير في الحاجات الالكترونيكس والكلام ده، في ناس لا. فالموضوع نسبي، ولكن هنحاول نحط كده يعني حاجات تقريبيه. الطالب ممكن يحتاج او ممكن يصرف قد ايه سواء في السكن ويصرف قد ايه في المعيشه، اكل وشرب ومطاعم ومراحم دي، ولو مثلا حب يروق على روحه وحابب يتفسح يوم كده انت فاهم اكيد. والله شوف، هو دي هي نقطه المصاريف دي. يعني دايما لما اخش مع زوم ميتنج مع الطالب اكون معاه يعني من البدايه، اقول له انت
يعني هي دي بتختلف من طالب الى اخر. يعني انت معيشتك اصلا في بلدك الان كيف، انت بتصرف كيف. لكن هي كستاندر، لو ممكن نقول كستاندر، فهي ممكن تكون في حوالي ال $500 شهريا، اكل وشرب وسكن. اكل وشرب وسكن. بس ال 500 دي بتختلف من طالب لطالب. في بعض الطلبه اقتصاديين جدا ممكن يكفيه 400، يكون واخد غرفه ماستر مثلا ب $100 او اقل من $100، والاكل والشرب $300 تكفيه. بس في غرفه ماستر ممكن توصل ل 1000 رينجت مثلا. بالضبط، على حسب المنطقه. يعني لو نجي نقارن مثلا كوالالمبور في بجهور يعني ال 500 دي حتعيشه عيشه كوالالمبور عيشه $700 أو $800 في الشهر. فاختلاف الشخص نفسه لو هو حابب ياخذ استوديو، فكل يعني زادت يعني مثلا الغرف اخذ شقه، فهنا المصاريف هتكون اعلى شويه. السكن نفسه يعني في جوده، في اللي هو متوسطه وفي الفخمه، فهنا هي حتفرق معاه. لكن كستاندر عادي يعني واحد ممكن نقول من $500 الى $700. في بعضهم كمان والله ممكن طالما ما تكفيش ال 700 يقول لك لا انا عايز اعيش باستوديو يكون بحدود ال $300 $400. خدت بالي ان في اولاد امور بيبقوا عايزين ولادهم يبقوا معزولين تمام، يبقوا في استوديو لوحدهم، ما يسكنوش في غرف مع. بالضبط، هو اللي حابب خصوصيه لحاله انه يكون. يعني انا لما كنت طالب انا نفس الشيء، يعني انا في الفتره الاولى اخذت استوديو لحالي، فكانت التكلفه عليه شويه مرتفعه، يعني كانت توصل 700 كمان. انا اخذت استوديو تقريبا بحدود $300 مع اكل وشرب في البلد، لسه مش فاهم حاجه، فممكن اول فتره اكون مش فاهم الدنيا رايحه فين وجايه منين بالضبط. بس انا في مطاعم عربي ومش عارف ايه والكلام ده. بس مع الوقت عرفت انه بالطبخ انا حوفر، يعني انا المصروف اللي هاخده شهر ونص، بدل ما هو شهر هزيد نص شهري كمان. فحرفيا الطبخ هنا كمان في البلد دي يعني حتوفر كثير جدا. يعني انا لحد الان اطبخ، يعني لحد الان لسه شغال، لسه اطبخ، يعني اكل في المطاعم وقت ما اكون خلاص ما فيش اكل ما فيش حيل انا اروح اطبخ. فيعني لسه رمضان الجاي احنا كنا شراكه مع الشباب وكله، كلفتنا لحكايه رمضان كلها تقريبا 700 رينجت لشهر رمضان كله على الشخص الواحد. يعني 700 رينجت علينا الثلاثه، يعني بمعدل 230 رينجت للشخص الواحد، يعني هي ما تكملش $50 شهري كامل، فطار وسحور. فاعتمادها دي صراحه يعني انا ما اقدرش احكمها، لكن ممكن نقول $500 مبدئيا، اكل وشرب وسكن. لو في كوالالمبور ممكن نقول 700، لانه الاسعار فيها تختلف عن سايبر جايه مثلا، تختلف عن جهور ممكن 400. في طلاب كثير يقول لك انا تكفيني 400. ليش؟ لانه والله انا ساكن شقه او غرفه واحد، غرفه سمول مثلا او ميديوم ب 400 رينجت، اكل ومع الكهرباء والماء توصل 500 550. ال1000 الثانيه انا اعيش فيها يعني اكلي وشربي وخروجاتي. الخروجات كمان ما تكلفش، يعني انت لو حتروح تلعب بولينج 20 30 رينجت او بتتفرج فيلم برضه يعني ما تعتبرش انها كوستي يعني او مكلفه. بالضبط. مش ده كمان من النقاط اللي بتفرق فعلا ماليزيا بالضبط على لو انت مثلا درست في كندا، في بريطانيا، في امريكا، في الدول هي دي ال $500 دي ممكن بس تكون شقه او الغرفه. بالضبط. ممكن تبقى احنا بنروح في مصر بحق يعني بس يا دوب انها تغطي. بالضبط، يا دوب انها حتغطي لك الغرفه صح. غير المشاوير غير التكاسي. طبعا في هنا المواصلات اللي هي للطلاب، الكارت التاتش اند جو اللي هي 50% خاص للطلاب. ممكن ياخذ المترو تكلفته 4 رينجت وهو ياخذه ب2 رينجت. دي خاصه للطلاب فقط. اول ما يوصل لهنا في لينك، ممكن حنبعث للطلبه اللينك دي يعمل كل التفاصيل، يروح يستلمها من اقرب محطه MRT، يستلم الكارت. فيصير الكارت ده معه 50% من اي حاجه، من باصات، قطارات. طبعا الجراب وده لا، فقط الباصات والقطارات 50%. وطول فتره دراسته يعني وبصورته، يعني تكون تاتش اند جو تبع رابط KL اللي هي الرابط تبع الباصات والقطارات مع بعض. واحنا حتى عامل حلقه في القناه بشكل تفصيلي عن القطارات وشبكه القطارات، وازاي ممكن الطالب واللي بيشتغل حتى الموظف هنا يستفيد منها، لان ماليزيا صراحه البنيه التحتيه فيها في موضوع القطارات ده رهيبه جدا ما شاء الله. يعني شبكه القطارات ماسكه البلد كلها وتقدر توصلك بسهوله لاماكن مختلفه. بالضبط. طيب هل ليك اي اضافات في خصوص موضوع الماليات والحاجات دي؟ هو بس في نقطه احنا ما ذكرناهاش في فتح الحساب البنكي. هو الطالب خاصه دي بتواجهنا المشكله كثير مع طلاب الفاونديشن اللي هم اقل من 18 سنه. فيجي الطالب هنا احنا نبلغه انك انت لو اقل من 18 سنه مش حتقدر تفتح حساب بنكي. يا اما انك تعمل حسابك وتجيب مبلغ لمده 6 شهور، بعدين ممكن 6 شهور ثانيه والدك يحول لها لك وسترن يونيون او اي طريقه تحويل. انت قلت على موضوع الصرافات دوت، ممكن احولها عن طريق الصرافات؟ ممكن بالضبط، على الصرافات على حسابه او على صوره الباسبور تبعه يستلم هنا وسترن يونيون او ماني جرام منتشر في الخليج، في ورايا كمان ده منتشر كثير. في كمان تطبيقات هنا اللي هي الاي واليت اللي هي المحافظ الالكترونيه. فدي ممكن الطالب لو مش قادر يفتح حساب بنكي او عمره اقل من 18 سنه
يعمل الحساب للاي والت، وممكن اهله يحولوا له على اي حساب احد من اصدقائه ماليزي، وبعدين هو يحول له هنا. والتاتش ان جو تستقبل بقى فيها فيزا، بقى فيها فيزا، ممكن يسحب من مكنه ويدفع بالبطاقه، فصارت تعامل معامله البنك بالضبط. بس المبالغ ما تكونش عاليه، يعني ما ينفعش تدفع فيها مصاريف دراسيه، لانه الليميت تقريبا 10000 فما يعليش الليميت. ودي برضه نفس الكلام، التاتش ان جو انا برضه عمل عنها حلقه تفصيليه عن استخراج الفيزا، تستخرجها ازاي وتستفيد منها ازاي، وزي ما قال استاذ ابراهيم انك كمان في ليفلز في الفيزا ديت، يعني في الاول خالص بتقدرش اكتر من 10000، بعد كده بتابجريد ل 20 بالضبط كده، حسب الاستهلاك بتاعك. بالضبط. ودي مو فعلا غايه في الاهميه للناس. صح، ان دي مشاكل تواجه طلاب الفاونديشن اللي هم صراحه يكونوا لسه جايين فاونديشن، لسه 16 سنه 17 سنه، فهيواجهوا مشكله في النقطه دي. بعد كده خلاص المبالغ يعني هو يكون، يعني لو هو حابب انه يدفعها للجامعه فوالده يحول له، هو يحول للجامعه، او يكون خلاص من الوالد الى الجامعه مباشره، اريح له يعني. ربنا يبارك فيك. امين يا رب وياكم. الله الله يعطيكم العافيه، نورتونا والله. الله يكرمك. طبعا احنا برضو دي يمكن نقطه نسينا ننوه عليها في الحلقات الماضيه، لو حد ليه اي سؤال سواء في اللي قاله استاذ ابراهيم النهارده او اللي قاله اعضاء بيونير في الحلقات الماضيه، ان احنا نكتبها في التعليقات تحت، وان شاء الله تعالى ممكن نجمع الاسئله كلها برضو ونخصص حلقه يجي احد برضو المسؤولين في مكتب بيونير ويرد على الاسئله بتاعت حضراتكم. برضو اذكركم ان لو حد عايز يحجز اي استشاره مع مكتب بيونير هيلاقي اللينك موجود ان شاء الله في وصف الفيديو في اول تعليق، وكمان كافه روابط التواصل مع مكتب بيونير. شكرا يا استاذ ابراهيم. شكرا لك والله، نورتنا والله. الله يعزك حبيبي. امين يا رب وياك. ولا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناه، واراكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.